طيب، أهلاً بالجميع. فيه سؤال غريب شوية. هل ممكن العدالة تتحول لمسخرة؟ يعني هذا هو السؤال اللي صار على لسان الكل بعد قرارات لجنة التأديب في الكاف. اليوم رح نحاول نفهم سوا قصة هالعقوبات اللي البعض وصفها بالغريبة وحتى الصادمة، ونشوف كيف الأمور وصلت لهم. خلونا نبدأ من أول ردة فعل اللي كانت سريعة جداً وقوية. مصدر اللي بنستعرضه اليوم بيحكي إن القرارات دي ما كانت بس مثيرة للجدل، لا، كانت مثيرة للسخرية. تخيلوا، كلمة سخرية لوحدها بتورينا قديش كانت الصدمة كبيرة. وهون بالضبط جوهر الموضوع كله، في جملة واحدة بسيطة لكنها قوية جدا. المصدر بيلخص كل وجهة نظره: لقد ساوت بين الجلاد والضحية. من هالنقطة بتبلش كل التساؤلات الحقيقية عن العدالة في القرارات دي. طيب، شو معنى هالكلام؟ ببساطة شديدة، المصدر بيقول إنه اللجنة وهي بتحاول تبين إنها متوازنة حطت كل الأخطاء بالسلة واحدة، يعني ما فرقت بين حجم كل فعل وخطورته. هل هذا منطقي أصلاً؟ طبعاً المصدر بيشوف إنه لا، أبداً. وهالشي بيوصلنا مباشرة للسؤال الأهم: هل العقوبات دي كانت فعلاً متوازنة ولا كانت ظالمة؟ طيب، خلونا نغوص في التفاصيل ونشوف الأرقام والحقائق زي ما ذكرها المصدر. طيب، خلونا نشوف الأرقام. للوهلة الأولى ممكن تبين العقوبات كأنها موزعة بالتساوي، يعني شوية إيقافات هون وشوية هناك وغرامات مالية. بس مثل ما بيقولوا، الشيطان يكمن في التفاصيل. ولهيك خلونا نركز شوي على موضوع الغرامات المالية تحديداً. وهون بتبين حسب المصدر الخدعة الحسابية. بدل ما اللجنة تفرض غرامات بناء على كل مخالفة، المصدر بلمح إنهم كأنهم بدأوا من الرقم النهائي وبعدين رجعوا بالعكس ليوزعوه. فمثلا بالنسبة للمغرب جمعوا غرامتين مختلفتين عشان يوصلوا لرقم معين. إذن المبلغ الإجمالي للعقوبات على الجانب المغربي كم كان؟ وصل ل 300 ألف دولار. والمفاجأة، المبلغ الإجمالي على الجانب السنغالي كان بالضبط 300 ألف دولار كمان. هالمساواة الدقيقة بالحسابات هي اللي بيسميها المصدر التوازن المصطنع. لكن كل هذا كوم والجاي كوم تاني. الحجة الأقوى اللي بيقدمها المصدر بتتعلق بخطأ أو مخالفة تم تجاهلها بالكامل، يعني كأنها ما صارت. مخالفة ما انذكرت أبداً في تقرير العقوبات. المصدر بيشوف إنه اللحظة اللي الفريق السنغالي قرر فيها ينسحب من الملعب ويرفض يكمل المباراة النهائية كانت هي أكبر خرق للقوانين في كل اللي صار. طيب، السؤال المنطقي اللي بيطرحه المصدر هو: شو هي عقوبة الانسحاب من مباراة نهائية؟ الإجابة ممكن تكون صادمة شوي. وهون المفارقة الكبيرة. المصدر بيأكد أن هالفعل، يعني الانسحاب من الملعب، ما انذكر حتى في قائمة المخالفات، تم تجاهله بشكل كامل كأن شيئاً لم يكن. والغريب في الموضوع إن المصدر بيلفت نظرنا لمخالفات تانية ممكن نعتبرها ثانوية تمت المعاقبة عليها بغرامات. مثل شو؟ مثل تجمهر حوالين شاشة الفار، أو حتى منشفة حرس المرمى. كل هذا تعاقبوا عليه، بس الحدث الأكبر تم تجاهله. كل هالأمور بتخلينا نسأل سؤال أعمق، وهو السؤال بيطرحه المصدر: ليش أصلاً تم اتخاذ القرارات بهالطريقة الغريبة؟ وهون بننتقل للانتقادات الموجهة للجمعية نفسها. المصدر هون بيقدر نظرية مثيرة جداً للاهتمام عشان يفسر اللي صار. هو بيربط بين 3 شغلات: أولاً، التصريح اللي طلع من رئيس الاتحاد السنغالي. ثانياً، الضغط اللي سببه هالتصريح. وثالثاً، النتيجة النهائية اللي هي قرارات متوازنة عن قصد، يمكن عشان يتجنبوا أي اتهام بالتحيز. وهذا الاقتباس القوي بيوضح حجم التشكيك في نزاهة اللجنة وكفاءتها. المصدر كأنه بيقول إن اللجنة نفسها هي اللي لازم يتم التحقيق معها بسبب قراراتها. طيب، بعد كل هذا شو بيصير؟ خلونا ننتقل للجزء الأخير اللي بيحكي عن التبعات الأوسع للموضوع والخطوات الجاية حسب تحليل المصدر. وهون منشوف إنه الضرر الحقيقي حسب وجهة نظر المصدر مش بالغرامات، الفلوس بتروح وبتيجي. الضرر الأكبر كان بالضربة اللي توجهت للسمعة ومصداقية الكاف ولصورة الكرة الأفريقية كلها. وفي النهاية المصدر بينبهنا إنه القصة لسه ما خلصت. الكلمة الأخيرة لسه ما انقالت، لأنه لسه في مرحلة استئناف ممكن تغير كل شيء. بالنهاية هذا الجدل كله بيتجاوز فكرة مباراة وحدة أو عقوبة مالية.
السؤال الأهم اللي بيتركه المصدر معلق هو: هل قرارات مثل هاي بتخدم مستقبل الكرة الأفريقية عن جد؟ ولا بالعكس بتحدم الثقة في أساس اللعبة؟ سؤال بيضل مفتوح وبيستاهل نفكر فيه.